أكد الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الاثنين أن المباراة المرتقبة للخضر ضد منتخب موريتانيا ستكون حاسمة من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل. كما أكد جمال بلماضي خلال ندوة صحفية عقدها رفقة اللاعب حسام عوار أن عناصر المنتخب الوطني لا تريد مغادرة المنافسة بهذه السرعة. وقال بلماضي في هذا الصدد: مباراة مهمة وحاسمة وسنعمل على الظفر بنقاطها للتأهل. نحن في هذه المنافسة ولا نريد العودة إلى المنزل بهذه السرعة، لهذا سنقوم بكل ما يجب من أجل التأهل والبقاء في المنافسة. وأضاف الناخب الوطني: بالنسبة لخطة الغد لن أتحدث عنها، لكننا سندخل إلى اللقاء بهدف الفوز والتأهل وهذا هو الأهم. ووصل بالماضي حديثه بالقول إنه ليس متفاجئ من العودة في المباريات في أكثر من مناسبة مثل ما حدث في مباراة بوركينا فاسو. كما تعهد الناخب الوطني جمال بلماضي بالتدارك وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبو المنتخب الوطني في المواجهتين السابقتين أمام أنغولا وبوركينا فاسو. وشدد بالماضي على أن الكل يتحمل مسؤوليته واللاعبين سيقدمون ما عليهم في الميدان، مشيرا إلى أنه لا تزال أمامنا فرصة للتأهل. سنصحح الأخطاء الماضية وسنواصل اللعب وبسط سيطرتنا في الميدان وتطبيق طريقة لعبنا. ويخوض غدا الرفقاء القائد رياض محرز المباراة الأخيرة ضمن دور مجموعات ضد منتخب موريتانيا من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من منافسة كأس إفريقيا 2023. لم يظهر قائد منتخب الجزائر رياض محرز بأفضل حالته في أول مباراتين خاضهما الخضر في إطار دور المجموعات في كأس إفريقيا 2023. وانتقد أنصار الخضر أداء محرز وأجمعوا على أنه لم يقدم الإضافة اللازمة، بل راح آخرون للقول بأنه كان شبه غائب خلال مباراتي أنغولا وبوركينا فاسو. ورغم تراجع أدائه فضل الناخب الوطني الاعتماد على محرز طيلة المباراة الأولى أمام أنغولا، فيما تخلى عنه في توقيت متأخر خلال المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو. ولعل أبرز سؤال يطرح حاليا بخصوص المباراة الحاسمة التي سيخوضها أشبال بالماضي أمام منتخب المرابطين هو: هل سيقحم جمال بالماضي محرز أساسيا في المباراة؟ وفي رده على هذا السؤال راح الناخب الوطني جمال بالماضي يذكر مميزات نجمه. وقال بالماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم: لا أريد أن ينسى الناس ما يمكن أن يفعله محرز. وتابع الكوتش: صحيح لم تكن مباراتان السابقتان أفضل مبارياته مع المنتخب الجزائري، لكن لا يجب شطبه بسرعة. وأوضح بالماضي أنه لن يكشف عما إذا سيقحم محرز أو سيبقيه على كرسي الاحتياط في مباراة موريتانيا، لافتًا إلى أن هذه القضية ليست الأهم. وختم الناخب الوطني قوله بالتأكيد على ثقته وثقة جميع لاعبي الفريق في رياض محرز، مذكرا أن هذا الأخير طالما لعب تحت الضغط. وفي رد سابق على الانتقادات قال لاعب الأهلي السعودي: لا نستمع للذين يجلسون خلف الحواسيب أو هواتفهم وينتظرون دائما فوزنا بثلاثية نظيفة.